الأمس في إطار مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز. أمامنا هنا الهولندي إريك تان هاغ أمامنا مدرب نادي مانشستر يونايتد، وضغوطات كبيرة رحلت بعد رحيل النجم كريستيانو رونالدو بعد فسخ العقد بالتراضي. الأخيرة لقاءي كرواتيا بلجيكا، وكذلك أيضا كان حل بهدفين مقابل لا شيء، في حين نوتنغهام فورست حقق. برونو اللي بيحاول يعدي، مفاجأة المغرب إخراج المنتخب مالاسيا الذي كان ضمن قائمة المنتخب الهولندي الذي خرج يجيب هدف أول، لكن تعود إلى مالاسيا وهنسي الحارس الخبرة آخر مباراة لعبها كانت مع بيرلي في الموسم الماضي مباراة ليدز، وكان لعب أيضا أمام المان يونايتد، خسر في اللقاءين. ذلك الوقت إريك كانتونا عنده 24 هدف. إريك كانتونا في الدوري الإنجليزي. سيتي اللي هيلعب إن شاء الله أمام ليدز غدا بإذن الله. في استراليا لم يشارك فيها. أمامنا هنا فاران، استلام المرة دي تحت 20 وقد ينتقل إلى النصر السعودي بعد قمة كان بطلا لأوروبا أمام مالمو 69. ديفيد ريا طبعا حارسي المنتخب. نوتنغهام فورست يستغل التفوق من خلال الإيقافات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، ولكن أمامنا هي كرة تطلع إلى خارج الملعب. هذه أمامنا هنا ادي 20 اللي سجلوها كانت من مرتدات، يعني نسبة 25% المرة. إريكسن لاعبين الارتكاز، إريكسن عدى حلو قوي. إريكسن أمام من جانب المان يونايتد والكرات العالية، لكن على طول وين هانس. شوف لوكشو النهارده قلب دفاع هنا من جانب الهولندي مالاسيا، كان ضمن قائمة اللاعبين. هدف كان في مباراة ايفرتون، مباراة التعادل 1-1. وهجمة يا ولد على الكرة الثابتة، اتعملت روعة وماركوس راشفورد يعادل رقم إريك كانتونا 64 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. ماركوس راشفورد أمامنا هو في هذه اللقطة الجميلة، الأسيست الرائع من جانب اللاعب إريكسن. وهنسي لم يحرك لا ساكن 19 دقيقة. قدم فاران ووجود يعني مارسيال قوي يا ولد، داس عليها بكعبه رائع. مارسيال ببطن القدم الثاني المرة دي راشفورد يصنع، ومارسيال لسه بنحكي عن مارسيال لما بيكون في الفورمة ويكون في الأداء، والمرة دي هانسي لا يجد إلا إنه يضع إيده وتاخد إيده الكرة وتبقى هدف حلو قوي الهدف الثاني الملعوب. لكن شوف السرعة وشوف استغلال المساحة وشوف التحرك الرائع، يعني في 3 دقيقتين صعبين عليه. كورتيس مع وجود فريد ووجود ايضا يشيد بيه كريستيانو رونالدو 5 كرة ذهبية، لكن محتاج العقل والرؤية مرة تانية. تزيينة حلوة كرة يفاجئنا أمامنا هنا اللاعب رايان ياتس. هذه الكرة القوية، واحدة من الكرات الخطيرة القليلة اللي فيها اختبار أول هنا من الحارس ياتس. أمامنا 8 أهداف. حارس الأرسنال 3 حراس لمنتخب إنجلترا. دين هاندرسون لا يحق له المشاركة الثنائية في ليفي. عودة بقى مباراتين في منتهى القوة أمام المان سيتي وأمام نادي الأرسنال. على طول كرة إلى خارج الملعب، كرة المرة دي من جانب أنتوني تفوق وسجل في بداياته، ولكن أمامنا هو أنتوني عنده طبعا إيفانيجولوس ماريناكس يمكن الأفضل في منتخب البرتغال مع خروجهم أمام الماء، وخسروا في 8 لقاءات. على طول كرة ملعوبة المرة دي لودي، وهدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب رايان ياتس. لودي عاملها حلوة قوي في المكان في ظهر فاران. ياتي امامنا هو ياتس ويحل ويرفع من حرارة المباراة. ملعوبة حلوة قوي الحقيقة من جانب رينال لودي، واللي اتحسبت بقى باحتساب تسلل على اللاعب ويلي بولح. 2-0 في شوط اول مثير حتى سوسيداد وأومونيا، وايضا مع المولدوفي فريق شيريف تيرسبول. ركلة مرمى ماركوس راشفورد نجم الشوط الاول. بص التحرك، بص اتحرك ازاي بعد وقت طويل قوي الحقيقه. مره ثانيه كره تعود وحل هدفين، في حين امامنا نوتنغهام فورست يحاول في هذه اللقطه في كره عرضيه، لكن تطلع الى ركله ركنيه هي الرابعه في المباراه.
مان يونايتد في حراسه المرمى ديخيا، في الدفاع الرباعي بيساكا باران تالانتا، واللي لعب الاربع مباريات وسجل كان في مرمى. تمرير المره دي تحرك حلو قوي من جانب اللاعب ايواني لكن التفوق اللي كان بهدفين مقابل لا شيء. سيرجيو ريه ملعوبه حلوه كوره وكان المرات في الجنب الشمال. رينان لودي يعمل عرضيه خطره جدا، عرضيه حلوه قوي من البرازيلي رينان لودي. وادي امامنا هنا يضغط مره ثانيه ران امام لسير اليكس فيرجسون بقى، واستمرار رحله المدربين من دي على التمريره. استلام من برونو يعملها حلوه قوي، لكن انتوني يا راجل انتوني النهارده البرازيلي مش في افضل حالته. انتوني عنده 3 اهداف وليس في افضل حالته مع منتخب بلاده بلقب كاس العالم مع الارجنتين. تحرك من برونو الى الهداف مارسيال، لكن ترتطم في قدم وين هانسي ويضيع مارسيال فرصه كبيره في الدقيقه 60 امام، ونزل توفولو وسوريتش ودينيس. حلو قوي كاسيميرو لعبها جميله لفريد يا ولد. هدف برازيلي امامنا اهو. يا عيني على اللمسه من جانب كاسيميرو، الضغطه والقطعه والتمريره الروعه.